السلام عليكم، الله يسعد أوقاتكم. اليوم رح نعمل أكلة كتير طيبة بهالشوب، منعشة وبترطب وغير شكل. تعالوا نساوي سوا رز بحليب ونعرف سر الكرمشة اللي بتطلع على وش الحليب. بسم الله. 2.5 كيلو حليب، وعندي رز قصير. أنا بستخدم لكل كيلو حليب 2 معلقة رز، يعني 2.5 كيلو حليب أخدوا معي 5 معالق رز. عندي سكر نص كوب، بس أنا ما أخذت نص كوب كله فهو حسب الرغبة. وعندي نشا، بكل كيلو حليب بياخد 2 معلقة نشا مليانين لفوق، مو ممسوحين كتير، بدنا ننتبه لهالنقطة مليانين. وعندي يا ما زهر يا روح الماء زهر. هلأ رفعت الحليب على النار واستنيته لغلا. لما غلا نزلت الرز، شوفوا هي معلقة الرز، حطيت 5 معالق رز ل1.5 كيلو حليب. وهلأ بعد ما حطيت الرز كل شوي بعمل تحريكة للرز كرمال ما يلزق بسفل الطنجرة. يعني مو شرط ضل عم حرك الرز ليستوي، لا، بتركه هيك على نار منخفضة وكل شوي بعمل تحريكة لحتى يستوي الرز. كيف بعرف الرز انه استوى؟ شوفوا لما بوصل هلأ لهي المرحلة، شوفوا الرزة شلون بلشت تفوش على وش الحليب مثل ما واضح. بس تفوش الرزة على وش الحليب هذا دليل انه الرزة استوت وامورها تمام. هلا حنزل السكر. قلت لكم السكر حسب الرغبة، انا بس اخذت الكمية اللي شايفينها. وليدوب السكر هلا بدي نزل النشا. هلا النشا بودرة، لحط شوي مي باردة، اكيد ما بستخدم المي السخنة، انتبهوا كرمال ما يجبل معي. بحط مي باردة وبحركهم. لما صاروا هيك هلأ بنزلهم مع التحريك، بنزل النشا مع التحريك وبستنى لحتى تروح طعمة النشا. يعني بعرف انه الامور تمام. شوفوا لحتى دوقه ولاقي طعمة النشا راحت، بسكب الرز بحليب. هلأ لحط انا روح الماء زهر، فحطيت 3 نقاط 4 نقاط 5 نقاط، ما في مشكلة. وهلأ صار وقت سكب الرز بحليب. عملت تحريكة كرمال يتوزع الرز بقلب الحليب وبعدين بلشت بالسكب. وهلأ هيك كانت النتيجة. شوفوا شلون ما شاء الله فورا عطى طبقة على الوش. ما بعرف أكيد واضحة معكم، إن شاء الله تكون واضحة. هلأ حطيته بالبراد، وبعد ما طلعته من البراد كان بهذا الشكل. شايفين الكرمشة؟ هلأ رح لكم سر الكرمشة، إنكم تلتزموا بالمقادير تمام وبالطريقة، وخاصة الرز لا تكتروه. وإن شاء الله ألف صحة وهنا.